اهلا بيكم، انا غادة ودي قناتي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة معانا مسقعة مصري عادية جدا خالص، ما فيهاش اي افتكاسات. يعني كل ما اقولك طريقة هقولك دي الطريقة الاصلية، لكن اي اضافات بشاميل بطاطس اي جبن بتتحط. المهم تعرفي تعملي الطريقة الاصلية، وبعد كده حطي اي افتكاسات من عندك او اي اضافات زي البشاميل زي البطاطس زي الجبن اللي يريحك. دي الطريقة، اعرفي اعمليها الاول وبعد كده زي ما قلتلك حطي عليها اضافاتك. انا معايا بتنجان وفلفل اخضر رومي وفلفل احمر شطة، وكمان لحمة مفرومة وبصل وتوم ولتر عصير طماطم. معايا قد ايه؟ معايا بصلتين كبار ومعلقة توم مفروم كبيرة اللي هي معلقة الرز اللي بناكل بيها، وكمان معايا بتنجان ومعايا فلفل. وطبعا الكمية دي كمية تقديرية ليكي، اللي تحبيه كمية قليلة كمية كبيرة دي ترجع ليكي، هي يعني مش بالجرامات عشان هي مش صنف حلو. يعني الطبيخ عادة بيبقى أغلبيته مش بالجرامات. طيب تعالي نعمل العصاجة اللي هي أصلا أساس المسقعة. وقت ما تطلع العصاجة معانا مظبوطة ومعمولة بطريقة حلوة جدا، هيطلع معاكي المسقعة أكتر من ممتازة. عملتي العصاجة أي كلام هتلاقي المسقعة معاكي طالعة مش أحلى حاجة، خصوصا لو هي مسقعة باللحمة المفرومة. أما لو كانت مسقعة من غير لحمة دي لها وصفة تانية خالص. انا حطيت هنا بصل من اللي احنا مفرزينه سوا، تمام، وحطيت اللحمه بتاعتي تتشوح. والنهارده هعمل العصاجه في حله عشان انا هكمل عليها واعمل الصلصه معاها، مش هعمل الصلصه لوحدها ومش هعمل العصاجه لوحدها، هعمل كله في حله واحده. طيب انا شوحت البصل وحطيت اللحمه المفرومه بتاعتي تتعصج او تتشوح كويس، وعلى ما البصله تفك هكون مقطعه واحده قرن شطه احمر او اخضر اللي تحبيه، وده اختياري. لو مش بتحبي اي شطه بلاش تضيفي اي شطه. وهحطه يتشوح معاهم، وهحط معلقه صغيره جدا ملح، لان طبعا البصل المتفرزن اللي احنا مفرزينينه سوا فيه نسبه ملح محترمه. فطبعا نخلي بالنا لو بنحط بصل فريش مش هنحط الملح بتاعنا بطريقه عاديه. طبعا انا قلت ان الملح نسبي من شخص للتاني. وكمان هحط الفلفل الاسود بتاعي، وكل الحاجات الحلوه دي هسيبها تتشوح كده تشويحه محترمه لحد ما البصل كده يفك وهو كمان يتشوح مع اللحمه ويدخلوا في السوا. لحد دلوقتي انا ما حطيتش الثوم، والثوم انا مش عايزاه يتحمر مع اللحمه، انا عايزه التست بتاعه يبقى عالي، فمش هحمره. انا هشوحه بمجرد ما احس ان اللحمه بتاعتي بدات يعني تدخل في السوا، والبصل كمان يكون اتحمر تحمير كويسه. دي بهارات الضحى، بهارات مشكله او خلطه بهارات. لو عندك اي خلطه بهارات بتحبيها حطيها، مش عايزه بهارات خالص. دي اختياريه، لكن هي حقيقي معليه تست اللحمه جدا، مخليه طعم العصاج مختلف وطعمه حلو. معلقه صغيره شاي على كميه العصاج، ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه، هيديكي تست عالي جدا في العصاج ده، وهيخليه طعمه مختلف عن اي عصاج انت بتعمليه. دلوقتي انا هحط الثوم بتاعي. اول ما احس ان خلاص العصاجه بتاعتي لونها كده كرمل والبصل واستوى كويس هحط هنا الثوم. وبرده زي ما قلت لكم انا ما حطيتش غير نسبه ملح قليله جدا، تقريبا معلقه شاي ممسوحه او معلقه الا ربع كمان، لان البصل فيه ملح الثوم فيه ملح لان كلهم متفرزنين. لكن هنخلي بالنا زي ما قلت على اساس في فرق بين البصل والثوم المتفرزنين وما بين الفريش. طيب انا هطفي كل الكلام ده بمعلقه كبيره خل، ده عشان انا عايزه اديها شويه مزازه كده، بما ان انا مش هحط على البتنجان بتاعي خل. طيب وهاخد معلقتين صلصه طماطم، انا بستخدم صلصه طماطم بس، تقدري تستخدمي الصلصه اللي بتحبيها وتديها تشويحه كده مع العصاج عشان نضيع او نطير طعم الماده الحافظه اللي بتكون في الطماطم البيوري او المحفوظه في برطمانات. هنا بقى هضيف لتر عصير الطماطم بتاعي
وهسيبه ياخد بقى كام غلوة كده مع اللحمة، يستووا كده مع بعض وياخدوا من طعم بعض ويعملوا ميكس جامد جدا. وعلى ما اجهز بقى البتنجان، وتعالي اقولك التركية الجامدة جدا اللي مش هتخلي البتنجان بتاعك يتقلب لا في كمية زيت ولا يشرب اي زيت ولا الزيت اللي باقي منه يتحرق خالص، وهيطلع بتنجان تحفة جدا. بصوا بقى يا امامير، انا قطعت البتنجان، تقطعيه الطريقة اللي بتحبي تحطيه، بتحبيه حلقات، بتحبيه نصاص. انا بقطعه نصاص عشان عندي اولادي صغيرين، فمش هيقعدوا بقى يقطعوا الجو ده. فبقطعه نصاص، انت عايز تقطعيه حلقات ده يرجع لك. هنا مجهزه معلقه دقيق. معلقه الدقيق دي هعفر بيها الكميه كلها، سواء الفلفل الشتيته، سواء الفلفل الاخضر، سواء البتنجان، قبل ما ابتدي احطهم في الزيت. ليه الكلام ده كله؟ البتنجان ممكن يطرى منك ويشرب كميه زيت محترمه، ويخلي المسقعه دي يعني شاربة كمية زيت ومؤلمة ومتعبة، وتحسي ان هي يعني مش سهلة في الهضم. كمان مش هيخليله له شخصية، يعني هيخليه مهري كده وطري ومش احلى حاجة. تمام. اتعودي دايما وانتي بتقلي البتنجان او الفلفل بتاعك، حطي معلقه عفاري بشويه دقيق، وشوفي انه هيكون متماسك وحلو ومش طري كده. حتى لو انتي عاملاه بعصير ليمون وشويه ملح بس، مش مسقعه. هنا الصلصه بتاعتي خلاص استوت، عملت البابلز اللي انتوا شايفينها دي، وخلاص كده تمام. انا شايفاها استوت وبقت زي الفل. هقفل عليها النار وهروح اجهز صينيه كبيره عشان احط فيها كميه البتنجان بتاعتي، وما اضطرش اقعد اغير زيت واعمل 100 قليه. لا، هي صينيه كبيره وهحط فيها ربع كوبايه من الشاي زيت. متخيلين ربع كوبايه دول؟ يعني حوالي 4 معالق او 3 معالق كبار زيت. يعني هنقلي الكميه دي كلها بالبتنجان ده. طيب انت لو مش عايزه تعملي زيت، هتقدري تمسحيه بالفرشه وتكوني مسخنه الفرن، وممكن تكوني مولعه الشوايه معاه وتحطيه في الفرن لما ياخد اللون اللي انت عايزاه وتقلبيه. تمام. شوفوا حتى هنا الزيت تقريبا لامس قاع البتنجان من تحت، يعني مش مغرقه الدنيا زيت. تمام. هم دول شويه الزيت اللي هحمر بيهم، وهيتبقى منهم كمان، يعني مش هيشربهم خالص، وهيفضل البتنجان عندك زي الفل. مش محتاج حتى ان انت تطلعيه على مناديل مطبخ، لانه مش هيبقى شارب زيت. مش هيبقى مش هضطر احط زيت عشان اكمل بقيه القليه. هم دول اللي هيقعدوا معايا، ال4 معالق زيت هم دول اللي هحمر فيهم الكميه كلها اللي هعمل بيها صينيه المسقعه النهارده. عايزه اقول لكم ان كل وصفاتي وكل طبيخي كان تعليم مامتي، وده يعني انا بكن لها كل الفضل والاحترام، ان هي علمتني الحاجات دي كلها. وكل بنت اتعلمت من امها ربنا يخليها لها ويديها طول العمر، ده يعني تشيله على راسها. مش مجال ان حد يتريق عليه او يقول ده تعليم مامتها. ده تعليم مامتي. كل التريكات اللي خدتها من مامتي. والاستاذه الفاضله اللي كتبت لي التعليق في الفيديو الفاضل اللي فات، وانا اتفضلت وشلته لانه هو مش فارق لي، واتريقت على ان ده تعليم مامتي. ايوه، ده تعليق مامتي، ومش معنى انك حضرتك بتعمليه بطريقه مختلفه ان انت غلط او ان انا غلط. كل ست مدرسه لها مدرسة خاصة في طبخها، لها اتعلمت، لأن مامتي اتعلمت من مامتها ومامتها اتعلمت من مامتها، وهكذا. يعني كل بيت جاي بطريقته. لكن كان الأفضل منك إنك كنت ممكن تكتبي الطريقة بتاعتك في التعليق تحت. كنت أكيد هاخد رأي أو فكرة جديدة منك. اللي بيعلقوا لي برضو كان هياخدوا فكرة جديدة أحسن بكتير من طريقة التنمر والتريقة. لكن أنا بقول في الآخر طريقة التنمر والتريقة ده يدل على البيت اللي انت جاية منه. المفروض ان احنا بناخد الطاقة الإيجابية من بعض، مش الطاقة السلبية. فلأن أنا ما بلاقي أي طاقة سلبية في أي تعليق، الحقيقة لا بحب أقرأ ولا بحب مشاهديني اللي هم لسه بادئين معايا، واللي أنا يعني اللي هم قليلين، لأن أنا لسه بادئة قناتي. ما بحبهمش حتى يكتسبوا الطاقة السلبية من أي تعليق. هو بالنسبة لي مرفوض وعلى جنب. لكن أنا بالنسبة لي نقد بناء إن أنت تقولي فكرتك وطريقتك، وتقولي والله أنا بعملها بالطريقة دي مش حاجة وحشة أبدا، بالعكس دي حاجة حلوة وهتفيدني وهتفيد بقية المشاهدين القليلين اللي أنا ليا الشرف إنه منهم كتير ناس أنا معرفهمش، وناس مش كمان مش من بلدي، من بلاد عربية. والحقيقة بيكتبوا لي أحلى تعليقات وأحلى طاقة إيجابية بتدي سبورت حلو كده باخده منهم.
بشكرهم كلهم بجد على التعليقات اللذيذة، وحتى الناس اللي تعرفني وبتتابع قناتي او بتقابلني لما مثلا بخرج او كذا، يقولوا لي والله جربنا الوصفة، وهم يعرفوني شخصيا الوصفة كانت لذيذة يا غادة. بجد الموضوع بيفرق معايا وبيديني طاقة إيجابية حلوة قوي. أي تعليق سلبي زي ما قلت أنا مش محتاجاه في القناة وهشيله، ومش عشان هو بيضايقني أبدا، لمجرد إنه طاقة سلبية مش لازماني. طبعا أنا أوريكم لون البتنجان وأنا بتكلم اللي أنا عايزاه. أنا مش عايزاه غامق، عايزة التقطيعة متوسطة، السمك متوسط، مش عايزاه رفيع ومش عايزاه تخين عشان يستحمل إن احنا هنحط الصينية دي في الفرن. أنا خدت أول تحميرة الجزء الأولاني حطيته زي ما انتوا شايفين كده، رصيت الطبقة الأولانية وهحط عليها العصاج بالصلصة بتاعتي، وعلى ما بقية الكمية تحمروا في نفس كمية الزيت اللي انتوا شفتوها. طبعا انا اوريكم ان انا حمرت كل الكميه اللي معايا في ال3 4 معالق زيت اللي حطيتهم، ما شربوش زيت، ما حطيتش على مناديل مطبخ. هنا دي الرصه التانية، لكن حريه بقى انك تكمليها صلصه او تحطي نسبه بشاميل وشويه جبن، ده لو انت بتحبيها بالبشاميل. انا شايفه ان هي كده كانت لطيفه، مش محتاجه ازود صلصه، لكن انا اولادي بيحبوا الصلصه زياده، فانا هزود صلصه من فوق وهدخلها الفرن متغطيه بالفويل عشان ما تنشفش مني. لكن لو حاطه انت طبقه بشاميل ما تغطيش، تفتحي عليها الفرن فوق وتحت. بما ان كل المكونات مستويه فاحنا مش هنحطها كتير، 10 دقايق ربع ساعه بالكثير، على ما الوش بتاعك يتحمر وهي تحسي ان هي بدات تغلي كده، وتشوفي البابلز بتاع الغليان كده. خلاص ابدا ما تسيبيهاش مده طويله علشان البتنجان ما بيستحملش النار كتير. انا هنا هاخدها على الفرن. انا كنت بحب ان يكون وشها باين البتنجان والفلفل، ولكن هما بيحبوا الصلصه متحمره شويه ولها كده جو. انا قدمتها مع بصل بالشبت والبقدونس والشطه والملح وخل وشويه سلطه وعيش محمر بقى، وعيشي حياتك. انا بس بوريها لك هنا، هي كانت سخنه مولعه نار، لكن انا بحبها تكون البتنجان والفلفل باين من فوق كده، بحبها بالصلصه. لكن حريه الاختيار زي ما قلت لك انك تحطي الطبقه اللي فوق بشاميل وعليها تشكيله جبن، لكن هي بالطريقه دي الطريقه الاصليه. اي اضافات بقى دي بتاعتك. اتمنى تكون الفيديو بتاعي عجبكم، اتمنى تكون كل تركاية وصلت لكم. يعني انا مبسوطة جدا بالتعليقات الإيجابية وبالسبورت اللي الناس بتدوني الحقيقة. متابعين اللي بيتابعوني الصغيرين القليلين ربنا يكبرهم، وعيلة القناة تكبر، وبالناس الإيجابية وبالطاقة الإيجابية وبالناس الحلوة اللي بتبقى موجودة وبتشوفني. يا رب ألف هنا وشفا على قلب اللي كلها، وألف وهنا وشفا على قلب اللي هيجربها. واكتبوا لي في التعليقات جربتوها بإيه، بالصلصة ولا بالبشاميل، واستناكم واشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. مع السلامة.